السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم بالخير، صباحكم بالفرحة والسعادة والهنا والرضا وذات ربي وأهلكم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات يا رب السماوات. اللهم اغفر لي في هذا اليوم ما تقدم مني واللي أنا عملته واللي أنا باش أحكي لكم عليه. هذا سميته ساعات السبت الأسود. السبت الأسود كانت أول ساعاته في بلاتو اللي هو مع وحش الشاشة. وحوش، أي والله وحوش، وياكلوا في الحمل عباد، والله وحوش. كان اتصال من سيد سمير الوافي اللي أنا باش نتعدى معاه بعد اللي صار مع اليافام، وأصر ونقول لكم كمية الألحاح هذاك سمير فوق ما تتصوروها أنتم على بالكم. ولا أنا قلت علاش لا، برنامج جديد وفي حوار وممكن عندي اسباس باش نجم نحكي أكثر ونوضح رؤيتي للناس من ناحيه دينيه ومن ناحيه قانونيه، وانا مانيش مؤهله لهذه الكل ولا محاله، لكن جد الفقير بما عنده توضيح انه باش ما نتظلمش. وما راعني تظلمت بدل الظلم اظلم واظلم مع الوحش هذايا. الوحش هذايا مع اني فتكم بالكلام جاتني برشا اقتراحات اخرى من معناتها اعلاميين معروفين وقالوا لي راهو تكون في كنف الاحترام كما السيد هذايا وعدني، لكن وما راعني الا انه الوحش الشاشه هذايا، الاسد هذايا اللي عامل روحه سيد بوغليده، جاب لي نمره خارجه من الكاش بعد اني طول الانتظار هذايا كان من الساعه 9 اللي باش نصوروا فيها حتى لأوائل نهار من غدوة، معناتها أوائل الساعات الأولى من السبت الأسود معاه كانت حتى للساعتين باش نصوروا. لعب لي على أعصابي. نلقى المرأة في البلاتو اللي قال لي راهو فما ضيف واحد وأنا اللي باش نناقشك، وتفهمنا على السؤالات وتفهمنا على كل شيء، معناتها ما يرضيني أنا ويرضيه هو. باهي ما راعني انا ملي دخلت المراه هذه تعطي فيا في الكلاب اون ديغي المراه فكيت لها انا راجلها ولا عملت لها جريمه ولا يا لطيف، معناتها بي تصدمت، صدقوني تصدمت. انا قلبي طيب وانا انسانه مسامحه ومتسامحه وقلبي طيب، معناتها ولا ديفو، معناتها هذايا الحكايه ولا ديفو. لا حول ولا قوه الا بالله. هما كانوا يحبوا وليت انا توا كنت تيزر مزيانه وكنت اجوائي معناتها في الفن ما فماش كيفي وما فماش اختي ولا شكر وضرب. شنو عاملين؟ واحد يتحي والاخر يزكي، هو يقول لي لا احكي معي انا وهي تهجم فيا من غاديك. تشويش افكار وتشويش افكار الى ابعد الحدود. معناتها شنو هذا؟ ياكلوا في الحمل عباد. شنو هذا القذاره عمليه معناتها تآمر على الضيف انه باش يشلكوه ويقردوه. قال شنو والباز شنو احنا العصر هذوما هما ما كانوش اعداء حياه جنون، هما كانوا اعداء الدين، هما اعداء التوجه نتاعي. حسبي الله فيهم، حسبي الله فيك يا سمير الوافي. وعندي تسجيل اللي انا كلمته من بكري، كلمته على اساس اني قلت له راهو فما مونتاج، انا ما خرجتش خاطر فما مونتاج. باهي ونحترم المراه مهما كانت، حتى لو كانت وحش كيف هي، وكانت وحشه، كانت متوحشه، كانت في قلبها غل هكا. باقي ما فقتش خاطر انا ما فيش قلبي غل. كانت اهانه كبيره، كان كلام ماهوش في المستوى. الحمد لله ان شاء الله اكون في المستوى. باقي نطلب السماح من الناس اللي تحبني، اللي انا راني الناس امثال السيد هذايا ما عادش نخرج معاهم ابدا. عملت شان يوتيوب، اذا كان فما اي شيء معناتها اللي حاجته باش يعرف ما يخص حياه جبنون باش يلقاه على الشان نتاعي ان شاء الله. الفرقه اللي انا عملتها النسائيه، اي شيء يهم حياه باش تلقاوه على الشان نتاعي. وهذوما الاعلاميين اللي امثاله لا، كان فما اعلامي محترم
والله لا نحب نوجه تحيه لنوف الورتاني، الله يبارك له في صحته وفي وليداته. وقت اللي وعدني وتعديت معاه كان في الاحترام، كان في التقدير. اما هذايا كان منافق، منافق الى ابعد الحدود. تو نسمعكم التسجيل اللي صار بيني وبينه، كيفاش انا نبكي ونقول له اولادي وعائلتي وكذا، وهو ولا يهين فيا ويقول لي يزي بلا دراما. وتسمعوا تسجيل تشوفوا شكون الظالم والمظلوم. لكن حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سمير، حسبي الله ونعم الوكيل. انت كنت عدو، مش الحياة جنون، كنت عدو للحجاب متاعها والتوجه متاعها الديني. ربي يصطفي منك وخليك خذ الفلوس واشبع في الفلوس. وين باش توصل بها؟ ما عندك وين باش توصل بها؟ باش تهز 200 قماش ما اكثرش منهم. لكن انا نصطفيك مع ربي، ناخذ حقي منك مع ربي، ناخذ حقي منك ان شاء الله نشوفه في الدنيا قبل الاخره. خاطر انا ما قلبي طيب لكن بالحق وجعني، بالحق قهرني. انا مازال ما رقدتش من وجعتي، مازلت ما رقدتش. لكن الحمد لله الاعلام سلاح ذو حدين، كما فيه ناس هايبين فما ناس باهيين وناس محترمين. والشان متاعي تلقاو فيها كل جديدي. انا متاسفه مره اخرى، 1000 مره ومره متاسفه لاولادي، ومتاسفه لاصحابي، ومتاسفه لاهل القران، ومتاسفه للناس اللي حبتني واحتضنتني بكل حب وبكل صدق. العالم الاعلامي هذايا اللي امثال السيد هذا، ما عدا الناس اللي ما يستاهلوش، امثال السيد هذايا النفاق من راسهم من سيسهم، يشوفوا حالهم واحوالهم في الدنيا وفي الاخره. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبوا معايا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.